العز يا بيتنا في حضانك جنينتنا، بيت العز يا بيتنا في حضانك جنينتنا، بمحبة زرعناها بمحبة سقيناها، بمحبة زرعناها بمحبة سقيناها، كبرنا ويا يا حليل وحلوة فاكهتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. الله الله يا صباح السعادة، يا صباح الرضا على عيونكم. النهاردة بإذن الله يومنا يوم جميل، يومنا يوم طويل، يومنا النهاردة في بيت العيلة عند بيت أبويا. ربنا يدي الصحة وطولة العمر يا رب، ويفضل مفتوح بحسه ويخلي لينا ويلمنا دايما ويجمعنا ما يفرقنا، ويلم شمل المسلمين جميعا يا رب. الفيديو بتاعنا خفيف، تابعيه وشوفي لي النهاية هيعجبك خالص. في بداية الفيديو هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبتدي الفيديو بتاعنا. طبعا احنا الله أكبر كتار، فطبعا احنا وعيالنا وده، فبنعمل كمية يا دوب بقى عشان العوايل وكله ياكل. فجبنا 4 فرخات، شطفتهم شطفة نظيفة وبدأت نقطعهم. قطعت الفرخة على 8 لأن دي كانت فراخ أوزانها كبيرة، فقطعت الصدر على جزئين لأن احنا برضو ما عندناش يعني الصدر ما عندناش ضغط عليه، أما الورك كان كامل. بعد ما خلصتهم كلهم جبت علبة الطحينة، حطيت 3 معالق كبار وبدأت داحك فيهم، عشان انتوا عارفين ان انا بالنسبة لي الطحينة دي المكون السحري اللي هيسحب اي ريحة زفارة من فراخ، من اي نوع طيور او لحوم او ايا كان. انا بصراحة هنستخدم الطحينة دايما في اي تنظيف، وهنسيبها حوالي نص ساعة. بعد كده شطفناها شطفة نظيفة لغاية ما احنا سيبناها شوية تتنقع في الطحينة. كنت جايبة البصل، طبعا دول 5 كيلو بصل، انا مش هنستخدمهم كلهم، يعني انا هنقشرهم كلهم ونسويهم كلهم، بس هنشيل جزء منهم على جنب صلصة عشان تاني يوم لو حبة الجماعة في البيت عندي يملوا محشي او يستخدموها في اي استخدام هنسيبها لهم في الفريزر. عملنا 5 كيلو بصل. طبعا هنا البصل كان صغير ما كانش كبير، فكان رامي كمية. قشرناهم كلهم، شطفناهم شطفة نظيفة، وبدأت في الكبة نفرمهم جزء جزء. وطبعا في الوقت ده انا كنت حاطة حلة على النار، حقيت فيها زيت وسمنة. المقطع ده للأسف ضاع مني في التصوير، فكنت كل ما نفرم حبة نروح حطها في الحلة، بس مش مشغلة النار موطية خالص زي نور الشمعة، الضوء بتاع الشمعة. في نفس التوقيت كنت حاطة حلة كبيرة عشان طبعا نسوي فيها الفراخ. طبعا انتوا اللي شاف الفيديو في البداية افتكر ان الفراخ مشوية، لا، نقولكم على طريقة وتكاية حلوة تخليها معاكي زي المشوية بالظبط. حطيت هنا 3 بصلات حجم وسط، حطيت ورق لوري وعود قرفة، توم بودر وبصل بودر وتوابل فراخ ومرقة وملح، كل حاجة تبلتها. نزلت بعد كده بالفراخ، طبعا الحلة ما شاء الله كبيرة خالص بس كمان مش مبيناها. حطيت فيها فراخ الله اكبر ملت حلة كلها، يا دوب الغطا كان محدود حاجة بسيطة كده. طبعا ما حطيتهاش كلها عشان ما يبتديش خلال الفوران يبهدل الدنيا. وحطيت عندي طماطمية وجزراية. بعد كده دول 5 كيلو طماطم، برضو انا يعني حاطة الكمية دي عشان هنشيل منها يا جماعة صلصة مستوية. ودول 3 كيلو بطاطس عشان عملنا بطاطس. كانت عندي في اللحظة دي المقطع ده مش موجود، كانت عندي الفراخ استوت والصلصة استوت، فجبت الفراخ في صواني كيك كبيرة. بدأت بس الفراخ كانت سخنة، كنت لسه مطلعاها من الشوربة،
بدأت كل ما نسحب جزء اروح حاطه صلصة من تحت ومن فوق، صلصة من تحت ومن فوق. ليه سخنة؟ عشان الصلصة تمسك فيها. يعني انت لو حطيتيها برضو ساقعة مش مشكلة، بس انا حطيتها سخنة عشان الصلصة تمسك في الفراخ. بعد كده بترشي رشة توابل حلوة، وبتحطي زيت في سمنة، وتروحي دهنة وش الفراخ كلها، وتروحي مدخلاها الفرن ومشغلة عليها الشواية. بعد ما تاخد اللون الحلو بتاع الفراخ الشاوي، تروحي مطلعاها قلبها الناحية التانية ومديها نفس اللون. بعد ما تخلصي الكمية كلها تروحي سحباها. عنده خضرة وجزراية، تروحي بشرة الجزرة وتقطع الخضرة، وترشي فلفل مطحون، كزبرة مطحونة، وتوابلك الجميلة، وتروحي مغطياها لغاية التقديم. بكده نكون خلصنا الفيديو. يومنا الحلو لسه ما خلص مع أهلي، يا رب دومهم دايما في حياتي. لو عجبك الفيديو اعملي لي اشتراك ولايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. قناتكم صناعة السعادة أم كيان.